صباح الخير والهنا عليكم غالياتي، وش راكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير، صحة رمضانكم. كيفاش راكم؟ كاش قعدات، كاش سهرات، كاش ملمات؟ واش نقول لكم، رانا غير معاهم. رانا كيما قلت لكم المره اللي فاتت نعرضوا نتعرضوا والله يدومها لما. ايه عليا وعليكم حبيباتي، جبت لكم معقوده من اروع ما يكون. رانا في 10 ايام الاواخر تاع رمضان، ان شاء الله كملوا بالصحه ولنا، ان شاء الله مغفره من كل الذنوب. كثروا فيه الدعاء والصلاه والقران، علاش لا؟ لانه ما بقى فيه بزاف. وكيما شاكم تشوفوا حبيباتي، الا حسيتوا كيما حسيت انا، رمضان جا خفيف بزاف وجازوا ياماتوا فيت يا ويحو كما يقولوا ناس بكري، غير اللي دار فيه العيب. المهم حبيباتي، نرجعوا للوصفه اليوم اللي راح تعجبكم بزاف. وطبعا العشر الاواخر تولوا تحوسوا على حاجه جديده، معقوده البيض بكريمه الجبن من اروع ما يكون، حصريا مع سعاد الجزائريه. والله صدقوني، بنه وضربه، لا لحم ولا دجاج، لكن البنه واش نقول لكم، والله توب جي توب. جربوها خصوصا الاشخاص اللي يحبوا بنه البيض وكريمه الجبن. واش نقول لكم، والله بنه. طبعا وصفه كما كنتم تشوفوا اقتصاديه سهله وبسيطه وتحضريها في وقفه. وكذلك راح نوري لكم حيله وتدبيره. كما راكم تعرفوا رانا نديروا الجلبانه والقانون جواز بزاف في هذا رمضان، نروحوا نعاودوا نرجعوا غير اللي نديروه باللحم بالدجاج، ونزيدوا تقدمي مع هذه المعقوده. شوفوا كيفاش جات الداخل. والله تشاهي حبيباتي، شاهدكم في الجنه. والطبق الرئيسي اللي هو فول، قلت لكم فول جلبانه وقرنون. طبعا راه الموسم تاعو، رانا نديروه بالبزاف، نديروه طبيخه، نديروه في الفوغ، نديروه بالدجاج، نعاودوا نحمروا الدجاج ونديروه. المهم نروحوا للوصفه الرئيسيه اللي قلت لكم، معقوده بالبيض مغلي وكريمه الجبن. نبداو الوصفه بعد ذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا عليه حبيباتي. تاخذي بيت الكميه اللي عندك 4 حبات، 5 على حسب افراد العائله، تحبي تروحي حتى 8. تفقسي الحبات تاع البيض عندك انت، واش حبيتي الكميه اللي تتحصلي عليها من هذه المعقودات تاع البيض. والله بنا الا شفتوا الاشخاص ولا العائله تاعكم يحبوا البيض المقلي، صدقوني راح تعجبهم هذه الوصفه بزاف، لانه خفه اللي فيها، وفيها بنه. واش نقول لكم، عظيمه. هنا خياتي انا درت غير 4 حبات تاع البيض فقط. تفقسيهم في البول ديالك هكذا بهالطريقه، وتقليهم عادي بقريزه تاع الملح. وانا كنقول لكم خياتي حاجه، انا والله البيض مقلي ما نديرلوش الملح اطلاقا، لانه يجيني هو ملح طبيعي سبحان الله. لكن الاشخاص اللي يحبوا شويه القريصه هذيك تاع الملح، زيدي غير شويه، لانه بالخف يتملح لك. هكذا تقليه بطريقه عاديه، اقلي وراكي تعبزي فيه بالفرشيطه ديالك هكذا. خلطي كلش صفار مع البياض، وراكي او ميم طون تخلطي. والبيض تاعك راه يتقلى وينشف لك مليح، لازم تخليه ينشف، ما يقعدش هكذاك سايح كيما راكم تشوفوا هكذا. وخليته يزيد حتى ينشف لي، او ميم طون راني نعبص فيه بالفرشيطه ونخلط فيه مع بعض الصفار مع البياض هكذا، ونزيدو ميم طون نساعدو باش يتفتت. لانه دوك تشوفوا خياتي طريقه، هذا البيض راح نفتوه تفتات صغير. شوفوا خليته ينشف لي مليح فوق المقله، فوق طبعا النار، حتى ولا يتفتت. وعبزيه بالفرشيطه وفتيه، عاونيه. كما تعرفوا البيض ما فيش الروح، دقيقه يتفتت لك ديجا. راهم تقطع لي اوندي ولا حبيبات صغار. في هذه المرحله دوكا خياتي نطفوا عليه الفرن وندوه دون ان ريسيبيون. لو بلان دو طرافاي تاعنا نديروه دون ان ريسيبيون، ونكملوا المقادير التاليه. نخلوه يبرد لنا شويه. واش راح نديروا حبيباتي، دوكا نروحوا نحضروا كريمه الجبن او لا صوص مورني، اللي فيها طبعا كميه كبيره من الجبن باش تغطي الريحه تاع البيض هذاك. وصدقوني والله زاتو بنه محبي البيض المقلي. واش نقول لكم، تاكلوا وتفرحوا. وفقط كما نقول لكم حبيباتي، ديروا النجام والاشتراك والبارطاج مع الاحباب، وتسجلوا هذا الفيديو. والله راح تعجبكم هذه الوصفه في شهر رمضان وحتى في الافطار، علاش لا. انا خياتي خديت 2 كيسان تاع الحليب، وتحبي ديري حتى الكاس ونص، انت حره فقط. وديري مغرف بومبي تاع الفارينه. وهنا خياتي ديري كميه مليحه من الجبن غابي او الجبن المبشور، اي نوع عندك، شيدار، غودا، ولا عندك هذاك سيباري يا ربي المهم نشريه الاسم راح لي. المهم الخليط تاعنا ديتو الفوق النار، مغرف فارينه، كاس ونص تاع الحليب، والكميه مليحه تاع الجبن حوالي 150 غرام حتى 180 غرام، يعني قولوا حوالي كاس تاع الجبن مبشور. تخلطي كلش فوق النار، وقريصه تاع الملح وتابل الشاورما. خلط حتى عقد لي كل شيء كما تشوفوا، تخليها تشد روحها مليح، لانه لاصوص مغني هذه المره نسحقوها شويه ناشفه باش
تشد لنا الحبيبات او الكويرات تاعنا تاع البيض المقلي. نخلطوا الخليط الاول تاع البيض المقلي اللي قطعناه صغير غير بالفرشيطه هكذا حبيبات صغار. دوك نخلطوه مع كريمه الجبن طبعا اللي بردت لنا شويه هكذا بهالطريقه. تفرغي كامل الكميه. واش نقول لكم خفه وبالنقطن والله يدوب ذوبان راح تعجبكم بالبزاف. وهذه الوصفه حبيباتي سجلوها حتى للفطار والله ديريها هكذا للفطور ولا مع حويجه خفيفه وشريده بالصحه والهنا راح تعجبكم بالبزاف وتعجب افراد العيله. طبعا في طول اللي ديري البيض مقلي بطريقه العاديه اللي نقلوه ونحطوه هكذا غير للوليدات ديري بهالطريقه الخبيزات راح تبدلي وتحسي بالتغيير وراح تعجبكم الوصفه اكيد. فقط حبيبتي لا كي تشاهدي حتى دركا نعيد ونعاود ما تنساش ديري لنا شويه تاع الجام وتفعيل الجرس وتشتركي في القناه اذا ما كنتيش مشتركه. وطبعا تبارطاجي لا فيديو مع الحباب والعائله وتعليق الحلو من عندك ليثبت وجودك. لما خلطنا لاصوص مغني او كريمه الجبن مع البيض المقلي درتها في الثلاجه مده ساعه هكذا حتى شدت روحها جمدت لي مليح. كما تشوفوا لاصوص مغني او كريمه الجبن تشد روحها في الثلاجه. جبنا هنا كميه من الخبز مرحي محمص ومرحي او لا شابلور حبيبه تاع البيض. ودوك واش نديروا حبيباتي نشكلوا كريات دي بول نرمدوهم في الخبز المحمص او مرحي نعاودوهم في البيض ونزيدوا نعاودوهم للمره الثانيه في الخبز محمص او مرحي. واش نقول لكم بنا روعه. تقدري ديرهم ديبول ديريهم خبيزات. انا درتهم ديبول وحبطوا لي لانه هنايا لما جبتهم الثلاجه خليتهم شويه قعدوا كانت الحاله سخونه دوك عاودوا حبطوا لي. لكن نتوما خلوهم شكل ديبول راح يجوكم توب جي توب. كما راكم تشوفوا حصريا مع سعاد الجزائريه لاول مره كريات البيض المقلي بكريمه الجبن من اروع ما يكون. شوفوا هنا درتهم ديبول ومن بعد حبطوا لي لاني طبعا البيشاميل تاعي حبطت لي شويه طبعا وساحت لانه كانت سخانه. وتحصنا كما راكم تشوفوا عليهم فيهم حميمرين الله تقدميهم على شطيبات تاع المعدنوس وطريفات تاع القارص ودك طبعا كوم اونتري مع لي سالاد مع الدوزيام بلا لو منيو برينسيبال نتاع رمضان. وبالصحه والهنا شاهدكم في الجنه حبيباتي نوضوا ديروهم جربوهم والله راح تعجبكم بالبزاف. لا دجاج لا لحم غيروا شويه. بدينا نملوا هذوك المراقي بدينا نملوا البورك بدينا نملوا كلش والله بدينا نملوا. انا قريب نولوا ما نحوسوش على البورك والله البورك درنا اللي مملحه درنا كل شيء. وهنا خياتي رجعتكم للبلا تاع جلبانه وقرنون اللي شبحتو كما راكم تشوفوا برود نتاع البطاطا. هنا خياتي بريتكم كفكره للتزيين. طبعا نديروا الجلبانه وقرنون بالدجاج نديروهم باللحم امريكا نورمال بصيله وزيت وشويه طبعا طريفات تاع الدجاج يتقلاو مليح مع الملح والفلفل الكحول والعود تاع القرفه. ومن بعد كي نمرقوا نديروا الجلبانه وقرنون تاعنا طبعا اللي كنا نقيناهم وشويه تاع السكر ونغلقوا الكوكوطه ديالنا ولا قديره تاعك وتخليها طيب. وفي طريقه التقديم حبيباتي هنايا تاخذي الحبات تاع البطاطا. هذه البطاطا خياتي الورود دوك تشوفوا الطريقه طبعا درتها قليتها دوائر شكل دوائر. وطريقه التحضير تاعها والله بزاف سهله كفكره وتدبيره باش نوريها لحبيباتي انه هاكم تشوفوا الطبق هذا معروف تاع الجبنه وقانون لكن تقدميه بطريقه بزاف راقيه ومميزه في شهر رمضان. طبعا نملو رانا درنا كامل لي منيو برينسيبال درنا الحاجات الله بطبع والشان ونعاودوا ندوروا نحبوا الجلبانه وقانون اللي هي موسميه. كما راكم تشوفوا البطاطا تاعنا قطعتها دوائر وتقليها بيضه ابلون. نجيبوا الحبيبات تاع الدوائر البطاطا هكذا كما راكم تشوفوا دون لو بلان دو ترافاي ستفت وحده فوق وحده في الاطراف وتبداي تلويه غير بالعقل تروحي معاه غير بالعقل. وراكي موجده الخيط تاع الكويسون تاع الطبخ طبعا الخيط اللي عندك تشديه هكذا على شكل ورده وواحد يكون معاك ميمتك ولا وليدك ولا كذا تقولي له يربطها لك بالخيط من تحت. ما تقدريش تشديها بزوج يدين طبعا ما عندكش 4 يدين ما كاينش اخطبوط لازم يكون معاك الثاني اللي يربط لك بالخيط وهكذا تشكلي شكل ورده تشبحي به الطبق ديالك جلبه